دي برضو خاصية غريبة للمية ربنا سبحانه وتعالى أشار إليها، فأشار إن من خصائص المية التطهير والنظافة، ودي معلومة. لكن أشار لخاصية غريبة أوي في المية، إنها تذهب مس الشيطان، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. وشرحت حكاية تانية لما أيوب النبي مرض ودعا ربه ونادى ربه، أيوب إذ نادى ربه إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أيوب بيشتكي ربنا بيقول مسني الشيطان بنصب وعذاب، فربنا بيرد عليه سبحانه وتعالى بيقول له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. شرشت واحد بيقول أنا جاني مس شيطاني، الخالق بيقول له الروشتة محددة، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. عيون مائية في الأرض، يعني دي صريحة، ادي مرض ادي علاج. يبقى إذن المية فيها خاصية إذهاب مس الشيطان. دي خاصية غيبية بقى، العلم لا يعرف فيها حاجة والطب ملوش فيها. الطب أصلا بينكر الشيطان، ما يعرفش حاجة اسمها شيطان. تكلم مثلا دكتور أخصائي تقول له الشيطان، والشيطان يضحك عليك، شيطان إيه وبتاعي ولا مس الشيطان، ما يعرفوش الحاجات دي، ما علم ما يعترفش، يقول لك دي مسائل غيبية لا شفناها، ما أنا ما شفت الشيطان. طبعا دي أيد قوي منه أن ما يصحش الإنسان أن ينكر ما لا يرى. الله طيب ما هو المسألة قياسية. أولا احنا عرفنا دلوقتي ان في ميكروب ما بنشوفوش، فليه نستعجب ان في شيطان ما بنشوفوش؟ والميكروب يضر ويأذي والشيطان ممكن يضر ويأذي. هي المسألة يعني ان حدود البصر ما هياش هي الحكم. فادي ميكروب ما بنشوفوش وبيمرض، فممكن يبقى في شيطان ما بنشوفوش ويأذي، الاحتمال قائم. لكن هو العلم ميتن دايما رافض لغاية ما يشوف بعينه. حكاية الشيطان او مس الشيطان العلم ملوش دعوة بيه. لكن مع كده برضه العلم بيجي ساعات ويحتار، يعني مثلا حالات الصرع اللي تبص لاقي واحد يشنج ويتخشب، دي مرض فظيع قوي، وبعدين الدكتور يكشف على كل حته يلاقيه سليم تمام، بيبقى في الطب محتار، يضرب اخماس في اسداس. ده هو اخطر انواع الصرع اللي هو ما فيهوش اي مرض ملحوظ في الجسم، ده بيسموه ايديوباثيك ايبيليبسي. فده يعني كتير جدا حتى من العلماء يقول لك في احتمال ان بيحصل فيه مس من حاجات غيبية بتسبب هذا. طبعا في الكتب المقدسة والأديان معروف حكاية مس الشيطان، والمسيح كان يعالج مس الشيطان والأنبياء كلهم، وكل أصحاب اللي ربنا اداهم المواهب انهم يخرجوا هذه الشياطين من الناس. لكن ده في الدين في العلم ما يعرفوش، العلم ما يعرفش الحكاية دي. لكن أنا أبص لها مسألة قياسية. أنا بقول أولا العين ما هياش حكم ولا الحواس ما هياش حكم، لأن ياما حاجات إحنا ما كناش شايفينها ولا لمسينها واتضح إن هي حقائق، وحقائق خطيرة. الذرة، الإلكترون، ما حدش لغاية دلوقتي شاف الإلكترون اللي هو بيمشي مكن. فإذا العين ما هياش حكم والحواس المباشرة مش حكم. إذا كان في ميكروب مش شايفينه وبيأذي، الاحتمال قائم إن في شيطان مش شايفينه وبيأذي. على أي حال المسألة هتظل قضية بعدين هتتعرف في المستقبل، لكن ربنا قال إن المية فيها سر ممكن تذهب مس الشيطان. إزاي؟ ما حدش عارف. يمكن هي دي الحكمة في فرض الوضوء، كايد غسل الأطراف 5 مرات قبل الصلاة. وبعدين ما حدش عارف، ما الواحد عايش في وسط مش شايفه، حوالينا ملائكة وجن وشياطين ما احنا شايفينهم. المسوس المستمرة مسائل محتملة جدا، والمسوس دي ممكن تكون مضرة. دي حاجات ربنا اللي بيعلمها لأنه هو الخالق. المسألة وضعت كحقيقة وهي متروكة بعد كده للمستقبل.